مساء الفل يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين كده، يا رب كده تكونوا كلكم بخير، وفي شهر كده الخير يا رب، شهر رمضان الكريم. النهارده احنا معانا مشكله، لولا طبعا ستر ربنا ولولا ان ربنا بيقف مع الناس كلها، كان صاحب العربيه اللي هيطلع معانا في اللايف دلوقتي كانت عربيته هتبقى حته خرده، علشان مشكله بسيطه جدا 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 يعني لا تذكر. المشكله دي هنتكلم في اللايف مع بعض حل المشكله ايه علشان نتفادى المشاكل دي بعد كده، بس لولا ستر ربنا وشركه البوستنجي في الاردن ما كانتش المشكله اتحلت. طيب احنا دلوقتي العربيه البي واي دي السونج بلس الشامبيون دي كان بقالها 27 يوم او 25 يوم بالظبط عطلانه تحت البيت عند صاحبها علشان مشكله اتحلت في اقل من 4 دقايق. طيب حابب كده سريعا نقول لكم دي من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا في مصر، ان انت بتجيب عربيه مفيش ليها جهاز، مفيش مراكز صيانه معتمده، او في مراكز صيانه دلوقتي موجوده بس ما عندهاش الجهاز الاصلي بتاع العربيه اللي هو يقدر يساعدك ويقدر يحل لك مشكلتك كلها. معانا يا باشمهندس سامح صاحب العربيه البي واي دي السونج بلس. سامح سريعا بكل مصداقيه وبكل امانه تحكي للناس المشكله حصلت معاك في عربيتك. احنا مش عشان بنمشي محتوى لعربيات الكهرباء مش عايزين نطبل، احنا ما بنطبلش ومحدش كاسر عينينا. احكي مشكله العربيه بالظبط واللي حصل معاك. المشكله ببساطه شديده يعني احنا استلمنا العربيه، استوردناها من شركه، علي صوتك. استوردنا العربيه من شركه ما قصرتش معانا في حاجه، ولكن بسبب ظروف الجمارك والشحن وكده الكارت اللي بيجي مع العربيه ضاع. تمام. المفروض العربيه دي بيجي معاها مفتاح وكارت. الكارت ده ضاع، فطبعا احنا اصبحنا معانا مفتاح واحد. تمام. فزي اي شخص اصيل بيحاول ان هو يعمل باك اب للشغل بتاعه، حاولت ان انا اجتهد واعمل مفتاح، فرحت لحد بتاع مفاتيح بس للاسف ما عرفناش نعمل المفتاح. المشكله مش في ان هو ما عرفش يعمل مفتاح، المشكله ان العربيه حست ان دي محاوله سرقه، فراحت عامله لوك على العربيه، الايموبلايزر بتاعها عمل لوك، حاسس ان في عمليه سرقه على العربيه، وبالتالي العربيه عملت لوك ما بتديش غيار. تمام. العربيه بتدور وكل حاجه لكن ما بتديش غيار، واقفه على البي. تمام. قعدنا كده حوالي 27 يوم او 26 يوم محاولات مستميته من كل الناس، يعني مش عايز اذكر حد عشان ما انساش حد، بس بصراحه ناس كتيره تعبت معانا جدا جدا وحاولت، بس ما كانش ليها فايده وما كانش الوسيله موجوده، الجهاز بتاع بي واي دي مش موجود. فجالنا معلومه ان الجهاز موجود عند شركه البوستنجي في الاردن. جهاز البي واي دي يا جماعه الاوريجينال اللي هو الفي دي اس. هنوريه لكم دلوقتي. بصراحه انا ما كانش ليا اي علاقات جوه الاردن مع البوستنجيه، فبصراحه لجأت لتوني لانه يعني متمرس اكتر في المجال وعنده علاقات اكتر واقدم، فلجأت له. فالراجل بصراحه ما تاخرش، ومش بقول كده عشان هو موجود، لا بس ده اللي حصل فعلا. كلم البوستنجيه مهندس امين، بصراحه قال له انا مش هقدر اطلع لك الجهاز الا لما اتاكد انه فعلا هنجيب نتيجه. وفعلا الناس قعدوا يومين كاملين بيعملوا ابديت للجهاز علشان يحلوا المشكله بقى سريعا كده عشان ما نطولش على الناس في اللايف. المشكله يا جماعه سريعا، هو كان كود طالع، الكود ده لازم تخش بجهاز بي واي دي الاصلي علشان تفك الكود ده عشان العربيه تدور، وده اللي هنشوفه دلوقتي مع باشمهندس كريم العدوان اللي جاينا من مركز البوستنجي. يعني هي النقطه كلها برضه عشان نوضح للناس من الفيديو ده ان احنا يا جماعه يعني خلاص العربيات الكهرباء في مصر ابتدت تكتر، فلازم حد ياخد خطوه ويجيب لنا الاجهزه الاصليه بتاعت العربيات دي، لولا كده احنا هنفضل مملطين، كانت هتفضل العربيه مركونه. وعلى فكره في حالات تانية برضو مع اختلاف الاسباب محتاجه الجهاز. بصراحه الناس قدموا دعم وطلعوا باشمهندس كريم، وعلى فكره دي حاجه كبيره جدا، يعني مش مهندس يجي لك من الاردن بجهازه وبحاجته. تعال نبص على الجهاز مع بعض سنه. هي ده يا جماعه المشكله اللي بنتكلم فيها. الفولكس مثلا اي دي 4 مشكلتها اتحلت، الجهاز بتاعها موجود وقطع غيرها موجوده، لكن العربيه البي واي دي هم بي واي دي غلسين قوي قوي في القفل على نفسهم، في السيستم، في الحاجات دي كلها. فاحنا كلنا متجمعين النهارده بمناسبه الجهاز. مساء الفل. وانت طيب يا صديقي. تعالى كده بقى نخش على الجهاز مع بعض. بصوا يا جماعه دلوقتي ده باشمهندس كريم العدوان
اللي جه نورنا النهارده من هو من امبارح معانا في مصر. فكريم من مركز البستنجيه، طبعا بنوجه تحيه كبيره للبستنجي موتورز في الاردن، ان هو يطلع لك مهندس من عنده في مصر في الاردن ويجي لك من الاردن بالجهاز بتاعه، دي كبيره. الحمد لله رب العالمين. فبنوجه شكر ليكم لشركه البستنجي. احنا هنا في بلدنا الثاني مصر ام الدنيا. حبيبي والله يا كريم. يعني احنا واخواننا المصريين واحد. فكل الدعم لملاك السيارات الكهربائيه ان شاء الله في مصر، والدعم متواصل ان شاء الله، وعلى تواصل دائم مع اخواننا في مصر. سمح مبسوط النهارده. حبيبي وكل الشكر للاخ توني على كان حلقه الوصل بين مركز البستنجي وملاك السيارات والاستاذ سامح. والحمد لله انحلت مشكله السياره. طيب انت ممكن تقول للناس كده سريعا، توريهم الجهاز وتوريهم تقول لهم المشكله اتحلت ازاي. بصوا يا جماعه، احنا النهارده مجمعين ملاك بي واي دي كلهم. بي واي دي هان، وبي واي دي طبعا داخله الشامبيون اهي هناك، وبي واي دي سونج بلس الشكل القديم، وبي واي دي الشامبيون، وعندنا هنا كده بي واي دي طبعا واقفين هناك. الكشف النهارده كله ده مجانا، يعني احنا الناس تقديرا برضو للناس كلها والبستنجيه بعتوا المهندس كريم بالجهاز من غير ما ياخدوا جنيه مننا ومن غير ما ياخدوا اي شيلين مننا. فاحنا عشان الموضوع اتعمل طبعا عشان محبه ربنا ومحبه الناس كلها اتعمل فري، فاحنا مجمعين الملاك النهارده وتعبين الباشمهندس كريم وهنعمله فري للناس كلها، فاحنا مش عايزين حاجه. طيب الجهاز اهو يا جماعه. الجهاز هذا توني بحب انوه انه هذا الجهاز الوحيد في الاردن والشرق الاوسط اللي للسيارات بي واي دي وارد الصين اللي بتشتغل في نظام الجي بي تي. تمام. تشحن في نظام الجي بي تي، هذا الوحيد مشبوك مع الصين بحمد الله. قدرنا انه نشخص السيارات ونحل المشاكل. طبعا سياره الباشمهندس سامح اليوم الحمد لله بفضل الله خدت قد ايه في ايديك؟ اسال الباشمهندس سامح. السؤال 7 دقايق. هي دي اعطل عربيات الكهرباء. 7 دقايق. طيب الحمد لله رب العالمين. كان فيها مشكله السياره انه كان في محاوله لبرمجه مفتاح اضافي. تمام. فنظام المركبه لانه الجهاز مش اصلي ومش جارانتيد، فهم انها هاي محاوله سرقه لبرمجه مفتاح اضافي. تمام. فعملت لوك على نظام الباور ترين على الانفرتر وعلى المحرك. بفضل الله قدرنا انه نبرمجها من اول وجديد ونبرمج المفتاح وتمشي السياره زي ما انتم شايفين. الحمد لله يا جماعه العربيه دارت اهي. احنا بنشكرك يا باشمهندس كريم. لا بالعكس، العربيه دارت وسامح النهارده هيطلع يعفر على الناس. هيطلع يعفر على الناس. تعبناك يا باشمهندس كريم واتشرفنا بيك ونورت مصر. وشكرا لشركه البستنجي شكرا على التقدير ده. يعني انا كلمت معلم امين، عم امين في كذا كذا في مصر، فنبعت العربيه الاردن ولا؟ قال لي توني هبعت لك جهاز بباشمهندس كريم بنفسه. كان مهتم جدا للامانه وعلى تواصل دائم معي من اول ما وصلت لحد اللحظه هاي، وعلى تواصل دائم معي، وكان في اهتمام وما زال ان شاء الله وراح يظل اهتمام شديد في ملاك السيارات. كفايه محبتكم وكفايه تقديركم. واحنا هون في بلدنا الثاني. احنا بنوجه رساله للبستنجيه، تعالوا افتحوا مركز عندنا في مصر ان شاء الله. يعني افتحوا لنا مركز في مصر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. لايك كده وشيل انت ماشي، لايك وشيل انت ماشي. طيب احنا دلوقتي كده معانا بص هنا دلوقتي الشباب بقى ايه، سيبكم دي من التسلا بتاعتي. الشباب اهو شباب البي واي دي. خير يا باشمهندس، في مشكله هنا؟ السلام عليكم. باشا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ محمود قول لي وجه كلمه للجمهور. امتلكوا سيارات كهرباء ما تخافوش ايا كان المشكله. الناس بتقول لك اعمل عربيه كهرباء تبوظ بسرعه. لا مين قال كده؟ عايزين ما احنا كلنا راكبين عربيات كهرباء، كل الناس دي معاها عربيات كهرباء على فكره. طيب. وناس امتلكت عربيات من 4 سنين ومن 3 سنين وامورنا تمام يعني. واحنا بقى لنا 8 سنين. احنا بس عشان يكون في مصداقيه، احنا فعلا عندنا مشكله في بعض قطع الغيار الخاصه بالعربيات دي. عشان جديده. عشان جديده. الاي دي 4 اول ما نزلت على فكره كانت مشكلتها كبيره برضه. اتهاجمنا واتشتمنا بس اتوفرت دلوقتي موجوده. البي واي دي حافظ على عربيتك 6 شهور سنه بالكثير خالص لحد ما قطع غيار تنتشر. تكون كل حاجه موجوده ان شاء الله. حبيبي يا صديقي ما تخافش. يلا ربنا يستر على الناس كلها. بي ام ها؟ ايوه ده البي ام هناك. دي بي ام يا جماعه 320 الجديده. ايوه باشا جاي اهو. دي بي ام الجديده 300 يعتبر 320. محمود بيه مرسي. تعال. محمود مرسي كان في الصين. خد يا ابو الصحاب. هاتف او حاجه زي كده مش عارف ايه. سافر الصين عشان يحمل هاتف دي. والله ما انا اللي جبتها دي. عشان والله دي جبت ايه يا ابني؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت حد مالك جايبها لي عشان اركبها له. هو متوتر من لما طلعت معاه بالاي دي 4 واكلت. اترعش. هو متوتر من يوم. شكلك طلع الفيديو ده. حبيبي يا حوده. هقول حاجتين. قول.
بص اول حاجه احنا بنشكر توني. لا يا عم ما تقولش كده، دي احنا حقيقة. اخوات يا باشا. لا احنا اخوات والله. بص توني يا عم حق ايه؟ بص احنا بقالنا في المشكله دي. تعالى يا سامح تعالى. بص احنا بقالنا في المشكله دي بالظبط. احنا قعدنا 10 ايام. لا 27 يوم. لا احنا قعدنا 10 ايام في الصين. بالنسبه كنت في الصين. انا قعدت 10 ايام يوميا بنزل بروح على مراكز صيانه واعرض عليهم المشكله واعرض عليهم البتاع، وهم في الاخر يعني يعني كل مركز اروحه يقول لي انت محتاج الجهاز بتاع BYD، مفيش حل غيره. خلاص لما يا جماعه طب ادونا رقم، طب ادونا مفيش حد طب هيساعد. ادينا اي حاجه عشان ناخد سيرفيس كود وناخد اي حاجه من الشركه. هم محتاجين يتاكدوا ان انت صاحب العربيه عشان ما تعملش سرقه، ما دي عمليه سرقه. بالظبط. الورق اللي معانا ده لا هم ما يفهموش ده مش صاحب عربيه. فاحنا دخنا يعني انا يأست، يعني انا فعلا يأست والراجل ده يأس. احنا يأسنا وتعبنا مش عارفين نعمل ايه بس يعني اتحلت الحمد لله. فجه بقى توني. لا توني يعني يعني انا اتفاجئت بحته توني دي ان هو كلم البوستنجيه في الاردن وخلاهم بعتوا مهندس محترم جدا وجميل جدا كريم وبعتوا معاه جاسر الجهاز. انا اتفاجئت لما عرفت الموضوع، اتفاجئت جدا. حتى انا يعني بصراحه دي اول مره اقابل توني، بس حبيبي يا انا صاحبي شرفت بيك والله. خدت الفكره عنه ان هو قد ايه جميل وحلو لما عرفت ان هو سعى انه يحل القصه وسعى ان هو يجيب الناس تحل الموضوع. الحمد لله. تخيلوا بقى الفرحه اللي كانت على الراجل ده لما اشتغلت. يعني ما كان في ناس وز النهارده وبفتك وبتاع. لا ده في الاخر بقى كان عامل لي يعني انا كان عندي ستريس بسببه. كنت ايوه متضايق جدا يا عم. يا جماعه العربيه ماشيه 100 كيلو. إيه؟ العربيه بتاعت سامح 100 كيلو ما مشيتش اصلا 100 كيلو. العربيه ما مشيتش شحنه واحده ما مشيتش، فكان الموضوع صعب. المهم ان احنا نتعلم ايه بقى؟ ان العربيه مفيش حد يلعب فيها، بس اي حد ما عندوش الجهاز ده ما تروحلوش. الله ينور عليك. جبت النهايه كده انت. يلا شكرا يا حوده. شكرا. نخش يا جماعه كده مثلا مع دي عربيه بتعمل لها اهي. دي عربيه BYD تانج من العربيات الجامده قوي 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 بتاعت صاحبنا عم جورج. احنا في العربيه بنعمله كان فيها اخطاء عند محمود. السياره شفنا فيها اخطاء ايوه في الادابتيف كروز كنترول واللين كيب اسيست. كان فيهم ايه؟ لا في عندنا مشكله فيهم انه صاير مشكله في السياره على الطريق وفقدوا البرمجه، يعني بطل في برمجه مناسبه لهذا النظام. هلا البرنامج او الجهاز هنا بيعمل الكاليبريشن لهذا النظام. تمام. بس هذا النظام زي ما بتعرف بجوز شفت عندنا توني. ايوه في الاداس. في الاداس بيكون مربوط مع الاداس، فلازم التولز تكون مجهزه وموجوده، حجره خاصه للاداس بالتنسيق وبالربط مع جهاز الشركه. طب انت كده عملت ايه فيها؟ هلا احنا شيكناها بس ما بنقدر نعمل الكاليبريشن الا بوجود التولز هاي الاداس. تمام. لانه لازم ياخذ قراءه من الاداس. تمام. شكرا يا باشمهندس كريم. العفو. احنا عندنا 70 80 عربيه بقول لك اهم BYD كلها عايزين نعمل لها كده سيرفيس سريع ان شاء الله. بصوا يا جماعه الموضوع نفسه الموضوع حلو، بس انت زي ما قلنا لكم هتركب عربيه جديده فانت لازم تستنى مثلا 5-6 شهور لحد ما قطع غيارها تيجي، يا اما تاخد الموضوع من اوله وتركب عربيه لها قطع غيار زي ID4 النهارده. قطع غيار موجوده والجهاز موجود وكل حاجه. يعني بص دي ID4 اهي. كانت في مشكله زمان في قطع الغيار والشحن والحاجات دي كلها، الموضوع اتحل، بتشحن شحن سريع ومفيش مشكله. دي كلها ملاك واقفه معاها عربيات كهرباء. شيفروليه سبارك اهي، دي نفس النسخه البنزين بالظبط، دي بتمشي 130 كيلو في الشحنه، فدي سيتي كار جميله جدا. دي BMW الاي 3 اللي هي 300 بالظبط. عامله معاك العربيه دي؟ لا كويسه جدا ما شاء الله. ربنا يكفيك الرضا يا رب. بتجري وكده نفس ال 300 بالظبط. نفس ال 300 بالظبط. دي بالظبط يا جماعه هي 320 300 حصان 300 حصان. عربيه هي نفس شاسيه 320 الجديده، نفس الشكل الجديد، بل ارخص من البنزين. يعني البنزين منها بكام؟ بنزين منها عامل 3.5 4. دي جايبه بكام؟ دي جايبها واقفه عليا لحد دلوقتي 2 مليون. 2 مليون و100. يعني ارخص من البنزين بمليون جنيه. نفس العربيه بالظبط، نفس قطع الغيار هي نفس الصالون هو صالون ال 500 ده صالون ال 500 كمان مش 300. 300 فليه ما نفكرش يا جماعه ارخص من البنزين بمليون جنيه؟ ارخص من البنزين بمليون جنيه. دي BYD هان منافس للتسلا موديل اس والحاجات الكبيره دي كلها. دي عربيه حلوه قوي زي اللي معايا. فدي BYD هان بتمشي 730 كيلو. دي بقى BYD شامبيون اللي هي نفس بتاعت سامح اللي هي باظت. لايك وشير كده وانت معدي، يعني لايك وشير وانت معدي. دي شامبيون تاني. الشامبيون بسم الله ما شاء الله كترت، والنداء للتجار بتوعنا والمستوردين جابوا لنا قطع غيار BYD شامبيون لان هي كترت في مصر. كترت في مصر جدا وانتشرت.
فنداء يعني قطع غير الشامبيون، لان هي عربيه محترمه مش عايزينها تتظلم. يعني مش عايزين نعيد مسيره الفولكس الاي دي 4 ان احنا نقعد سنه عقبال ما العربيه تكتر وقطع غيرها تنتشر. لا، احنا عايزين العربيه قطع غيرها تنتشر، لان العربيه كترت. النهارده في عدد حلو من البي واي دي الشامبيون، لان هي عربيه قيمه مقابل سعر، وعربيه اس يو في وعاليه وبتمشي 300 600 كيلو، فعربيه حلوه وتكنولوجي بطاريات بليد، فحرام. عايز بعد كده تخش على حاجه اعلى، هتخش على البي واي دي تانك اللي هي بتتكلم بقى في فئه الجيبات والاكس 5. دي البي واي دي تانك، عربيه كنت مصور لكم برده عندي، عربيه تحفه 7 سيتس وقصه كبيره. دي بعد كده نخش على البي واي دي السونج بلس الشكل القديم، عربيه برده بتمشي 500 كيس 550 كيلو، عربيه مش وحشه. دي الشامبيون بتاعت سامح، هي كانت عطلانه. هي الفكره يا جماعه ان احنا العربيه الكهرباء كان في عطل، طلعنا قلنا في عطل وفي مشكله في العربيه الكهرباء، وما فيش حد يعني المشاكل ما بتستخباش. احنا المشكله دي مع سامح بقى لها تقريبا حوالي 25 يوم او 26 يوم. حاولنا محاوله والثانيه والثالثه علشان نكلم مراكز، مفيش صوت. مفيش صوت خالص. شكرا. مفيش صوت. سلام. كده الصوت رجع؟ مفيش صوت. السلام عليكم. كفايه كده.